دايما اول ما حد بيبدأ دايت او يدخل جيم بيغرق في اسئلة ملهاش نهاية، اكل ايه وابدأ منين وانسب وقت للبروتين امتى. ومع كتر الكلام والنصايح اللي بنسمعها بنبقى مش عارفين نميز الصح من الغلط. علشان كده في الفيديو ده هنجاوب مع بعض على اكتر الاسئلة اللي بتتكرر في اي رحلة تخسيس او بناء عضلات بشكل بسيط ومن غير لخبطة. يعني لو نفسك تفهم جسمك صح وتاخد قرارات تغذية ذكية ركز معايا. السؤال الاول، هل ينفع اخس وابني عضلات في نفس الوقت؟ الاجابة ايوه، بس بشروط محددة. اللي بيحصل في الجسم لما تخس انك بتعمل عجز في السعرات، يعني بتاكل اقل من اللي جسمك محتاجه في اليوم. ده بيخلي الجسم يلجأ لمخازن الطاقة اللي هي الدهون والعضلات علشان يعوض. لكن في المقابل في بناء العضلات محتاج فائض في السعرات، انك بتبني نسيج عضلي جديد وده محتاج طاقة. امتى بقى ينفع الاتنين سوا؟ لما تكون مبتدئ او راجع بعد فترة توقيف او عندك دهون زايدة كتير. في الحالات دي الجسم بيقدر يستخدم الدهون كمصدر للطاقة لبناء العضلات. لكن الشخص المتقدم بيكون من الافضل فصل الهدفين، مرحلة التنشيف اللي هي خسارة الدهون ومرحلة التضخيم اللي هي بناء العضلات. السؤال التاني، لو قللت اكل جامد جسمي هيحرق دهون ولا عضلات؟ الاجابة لو قللت اكلك اكتر من اللازم جسمك هيحرق عضلات قبل الدهون. السبب لان الجسم بيدور على مصدر طاقة سهل، لو مش مديله كفاية هيبدأ انه يكسر في العضلات علشان ياخد منها احماض امينية ويحولها للطاقة. علشان كده مهم جدا وانت بتخس تحافظ على نسبة البروتين عالية في اكلك، وكمان تلعب تمارين مقاومة علشان تبعت لجسمك اشارة ان العضلات دي مهمة. السؤال الثالث، ليه نسبة الاكل بتزود الوزن الشخص وبتساعد التاني في بناء العضلات؟ الاجابة بكل بساطة لان كل جسم مختلف، زي العوامل اللي بتأثر عليه، يعني معدل الحرق الأساسي، النشاط اليومي، معدل التمثيل الغذائي، مستوى الهرمونات زي الأنسولين والكورتيزول والتستوستيرون، تكوين الجسم اللي هو نسبة الدهون للعضلات. يعني مثلا لو شخصين بياكلوا نفس الأكل واحد منهم عنده عضلات أكتر جسمه هيستخدم البروتين لبناء العضل، لكن التاني لو مش بيلعب رياضة ومفيش تحفيز عضلي الجسم ممكن يخزن السعرات دي دهون. السؤال الرابع، الكربوهيدرات عدو ولا حليف؟ ببساطة الكربوهيدرات مش عدو، بالعكس دي سلاح مهم جدا على حسب ازاي بتستخدمه. في خسارة الوزن بنقلل الكربوهيدرات عشان نقلل الانسولين اللي بيخزن دهون، بس بنقلل مش بنمنع، لان الكربوهيدرات مهمة للطاقة والمخ. لكن في بناء العضلات الكربوهيدرات مصدر الطاقة الاساسي علشان الجسم بيخزن الكرب على هيئة جلايكوجين في العضلات، وده بيساعد في التمرين وبيخلي العضلات ممتلئة. وأفضل أنواع الكربوهيدرات الشوفان والبطاطا والرز البني والفواكه والخضار. السؤال الخامس، هل البروتين لازم يتاخد بعد التمرين على طول؟ الإجابة مش لازم في الدقايق الأولى يعني، لكن في حاجة اسمها أنابوليك ويندو، وهي الفترة من 30 ل 60 دقيقة بعد التمرين عشان الجسم بيكون فيها أكثر قابلية لامتصاص البروتين. البروتين بعد التمرين بيساعد في إصلاح الأنسجة العضلية وبيقلل من الهدم العضلي وبيحفز كمان من البناء العضلي. وأمثلة على البروتين شيك بروتين، تونة ورز، فراخ وبطاطا. السؤال السادس، باكل أكل صحي ومش بخس، فين المشكلة؟ المشكلة في السعرات. ممكن انك بتاكل اكل صحي بس السعرات اعلى من اللي جسمك محتاجها فبالتالي بتتخن. امثله يعني زي معلقه كبيره من زيت الفول السوداني دي 100 سعره، شويه مكسرات صغيرين ممكن يكونوا 200 سعره، 2 معلقه من زيت الزيتون 240 سعره. الاكل الصحي ممكن يكون عالي في السعرات، فلازم نحسب احتياجنا ونراقب الكميات. السؤال السابع، ازاي اوزع وجباتي طول اليوم؟ في خسارة الوزن تاكل 3 وجبات رئيسية زائد 1 سناك. وجبة فطار تكون غنية بالبروتين، وجبة غدا تكون متوازنة، وجبة عشاء خفيفة. لكن في بناء العضلات من 4 ل 6 وجبات في اليوم. لازم نوزع البروتين على مدار اليوم. وجبة بعد التمرين ضرورية، وجبة قبل النوم فيها كازين أو بروتين بطيء الهضم زي الزبادي اليوناني. السؤال الثامن، ليه بعض الناس بتتمرن جامد وبرضه مفيش بناء عضلات؟ التمرين من غير تغذية زي العربية من غير بنزين. لو مش بتاكل كفاية بروتين أو سعرات جسمك مش هيبني عضلات. كمان لو مش بتنام كويس أو مستوى التوتر عندك عالي الكورتيزون هيعطل من عملية البناء العضلي. السؤال التاسع، هل الدهون لازم تشال من الدايت؟ بالعكس الدهون الصحية أساسية علشان هي بتصنع الهرمونات زي هرمون التستيرون المهم لبناء العضلات، وبتساعد في امتصاص الفيتامينات زي فيتامين A و E و D و K، وكمان طاقة مستدامة.
ومصادر كويسة للدهون زي زيت الزيتون والأفوكادو، السلمون، بذور الكتان واللوز والجوز. نسبة الدهون المفروض تكون حوالي من 20 ل 30% من إجمالي السعرات. السؤال العاشر، في أكلات بتزود من امتصاص البروتين؟ الإجابة أيوة، في حاجات كمان بتحسن من هضم البروتين. يعني لما نضيف فيتامين سي زي عصير الليمون مع مصدر حديد حيواني ده بيساعد على الامتصاص. لما ناكل انزيمات هضمية زي الأناناس والبابايا ممكن يساعد في هضم البروتين. كمان كون ان احنا بناكل بروتين مع وجبة فيها كربوهيدرات ده بيساعد في توصيل الأحماض الأمينية للعضلة. ودلوقتي بعد ما جاوبنا على أكتر الأسئلة اللي بتلخبط ناس كتير بقى عندك الأساس اللي تمشي عليه صح، بس الأهم انك تطبق اللي سمعته وتبدأ فعلا من النهاردة. عاوز اسمع منكم بقى ايه اكتر سؤال كان محيركم ولقيتوا له اجابة هنا، واكتبولي تحت في الكومنتات لو لسه عندكم سؤال ما جاوبتش عليه، انا معاكم وهرد عليكم بنفسي. متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس لان اللي جاي اقوى بكتير، وهنكمل مع بعض رحلة الجسم الصحي والعقل المرتاح.